بصوا يا حبايبي، انا كده خلصت شوربه الخضار اللي بالجمبري في منتهى الجمال. تابعوا الفيديو يا جماعه. فكره جديده وفكره لذيذه جدا وتجديد يا جماعه. تنفع في طبق برضو في رمضان، تنفع في عزومات. حاجه جديده وحاجه مختلفه. وشوربه الخضار برضو بالجمبري جميله جدا، بدل الفراخ وبدل اللحمه. حاجه مش تقليديه، حاجه جديده عندي. انا عندي كل جديد في جديد. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. باي باي. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ المنيو بتاعنا النهارده يا جماعه، انا هعمل لكم شوربه خضار. النهارده ابني تعبان بقى، ادعوا له بقى. عموره حبيبي عنده دور سخونيه جامد ودور برد، فاحنا عايزين نعمل شوربه خضار يا جماعه. خلي بالكم كلنا نخلي بالنا على البرد، عشان البرد جاي شديد جدا. فربنا يشفي كل مريض يا حبايبي. فانا قررت ان انا هعمل شوربه الخضار النهارده بفكره جديده، بطريقه جديده خالص. انا هعملها بالجمبري. احنا ليه ما نعملش شوربه الخضار بالجمبري؟ ايه المانع يعني؟ دلوقتي الجمبري احسن من الفراخ في البرد. هيقوي جهاز المناعه، ورخيص وارخص من اللحمه، وارخص من الفراخ، يعني ما يعدل الفراخ يعني. وطعم جديد، وتعالوا نجرب مع بعض. وفكره جديده، انا قلت بقى اعمل له شوربه خضار احببه فيها، علشان ايه نغير من الفراخ وكده. ماشي حبايبي، خش على المقادير على طول. انا معايا نص كيلو من الجمبري قشرته. كل واحد بقى يجيب الكميه اللي هو عايزها. ومعايا بصلايه وفصين توم كده. ومعايا التوابل بتاعتي، الكمون والبابريكا والكزبره وفلفل اسود وملح. ومعايا طماطمتين، ومعايا شبت وبقدونس. ومعايا شوربه الخضار بتاعتي، الخضار اللي انتوا حابين تحطوه حطوه يا جماعه. ومعايا لسان العصفور، انا بحمره وبشيله كده في التلاجة بحيث ان احنا نوفر على نفسنا. ومعايا دي القش بتاع الايه الجمبري. ويلا نخش نطبق شوربه الخضار الجميله الجامده اللي بالسي فود اللي بالجمبري، عشان خاطر عمرو حبيب قلبي. وثانيه واحده وخليكم معايا حبايبي. هي الفكره برضو اللي احنا هنحط برضو معلقه من السمنه، معلقه زبده ومعلقه زيت. ماشي. هنزل بالجمبري كده برضو، هديله تسويحه، هنشوحه بسرعه كده بحيث ان احنا عارفين ان الجمبري ده ما بياخدش سوا يا جماعه. واحنا هنديله بس صدمه كده وهنشيله، وبعد كده نحط الخضار. فكره جديده وفكره جميله لاولادنا، وقلت نجدد ليه يعني ما نعملش شوربه الخضار بالجمبري. هتبقى في منتهى الجمال وفكره جديده. وديت بقى انا معايا حله هنا تانية برضو، انا حاطه فيها برضو معلقه زيت. هنحط فيها البصل كده، البصل وفص الثوم اللي انا مقطعاه. دي الفكره، بس انا عايزه الريحه تطلع بس، بحيث ان احنا نعمل ايه. هحط هنا القش بتاع الجمبري والراس، هناخد منها الشوربه برضو المركزه، وهنحطها على الشوربه بتاعت الخضار بتاعتنا. هتبقى في منتهى الجمال يا جماعه، حاجه جديده وحاجه جميله جدا. والفراخ برضو يعني واحد زهق منها بقى، واللحمه غاليه. فالجمبري على فكره بيبقى جميل جدا، وبيبقى احسن من اللحمه والفراخ. كمان في الهضم والبرد. والله البرد جاي جامد قوي، خلي بالكم بقى. المفروض ناخد برضو حبه البركه يا جماعه، ونرجع حبه البركه والسمسم الصبح برضو مهمين جدا، مع العسل النحل معلقه على الريق كده. تبقى حلوه قوي لاولادنا عشان البرد. ربنا يحمينا كلنا ويشفينا ويشفي كل مرضانا يا حبايبي. انا عايزه بس ايه اللي هنا الخضار بس. البصله برضو زي ما انتم متعودين عليا، اللي انا بحب الريحه بس تطلع. وبعد كده هحط ايه التوابل بتاعتي هنا على الشوربه. كل دي للقش بتاع الجمبري، واخدين بالكم يا حبايبي. وهنا بصوا الجمبري برضه اهو خلاص. انا هديله تقليبه وهشيله، وهنزل بقى الخضار بتاعي في الصوص بتاع الجمبري الجميل ده. واخر حاجه هنحط الجمبري، عشان انتوا عارفين ان الجمبري ما بياخدش وقت. واخدين بالكم؟ خليكم معايا ثانيه واحده. هنا شلت بقى الجمبري وحطيت الخضار. وهنا اهو بص البصل ريحتها طلعت. هننزل بقى قش الجمبري كده، نستفاد بيه منه برضو. ونشوحه كده مع البصله وفص الثوم، ونحط عليه ميه ونخليها تغلي. ولو تبقى شوربه جميله جدا للجمبري. ناخد كل الحاجات الجميله اللي بتنزل منها يا جماعه، والخضار نشوحه برضو، وكله يبقى مع بعض كده. الخضار اهو في الصوص بقى بتاع الجمبري. بعد ما طلعته اخليه بقى يتشوح خالص كده وينزل، بعد ما الجمبري بس الشوربه بتاعته تغلي. وطلعت برده الجمبري. بص ما خدش وقت خالص الجمبري، خدته بس تشويحه وهشيله للاخر. ماشي يا حبايبي.
وهتبقى جميله جدا، شوربه خضار نجدد لنفسنا، وتنفع لرمضان وتنفع في اي وقت، حاجه جميله. وخليكم معايا ثانيه واحده حبايبي. انا سبت الخضار بقى يتشوح في ميه الجمبري يا جماعه، وادي الشوربه هي اللي غليناها بالراس بتاعتها بس، والفص الثوم والثوم وبصلايه وشويه طماطم. فانا هصفي بقى الشوربه الجميله دي، هنحطها على شوربه الخضار بتاعتنا. وفكره جميله وفكره حلوه جدا، واكل حلو وصحي، مش لازم المعتاد يعني الواحد يعني يعمل فراخ او لحمه. هي الشوربه دي جميله قوي، وهتجربوا بقى. ونحط الشبت كده بقى والكزبره، البقدونس عليه كده. بص الالوان في منتهى الجمال. خليكم معايا ثانيه بقى يا حبايبي. الفكره اللي انا حطيت بقى شوربه الجمبري هنستفاد بيها. بصوا الالوان في منتهى الجمال ازاي، جميله جدا. واحنا في الاخر خالص هنحط بقى ايه، لسان العصفور ده يا جماعه برضو لما بنحمره وبنشيله عندنا بينفع برضو تاخدوه بقى في اي حاجه. عايزين تعملوا شوربه خضار، عايزين تعملوا اي شوربه تبقى متحضره يعني. دي من تحضيرات رمضان ان شاء الله. هنبقى نعمل يوم كده روتيني نعمله لتحضير رمضان، حاجه رمضان، عشان كل حاجه نطبقها بسرعه. وهنسيبها تستوي. والجمبري هحطه اخر حاجه يا جماعه. وادي الراس هي احنا صفيناها في منتهى الجمال، وفكره جديده وفكره حلوه جدا. وخليكم معايا يا جماعه. انا كده خلاص الشوربه خلاص استوت. الجمبري اهو هنزله بقى كده بحيث ان هو ياخد غلوه بس، وهقفل بقى خلاص. تبقى شوربه الجمبري، شوربه الخضار بالجمبري في منتهى الجمال يا جماعه. حاجه جميله وحاجه جديده وفكره حلوه قوي اهو. بص الجمال، الوان تحفه تحفه تحفه. هنحط شويه شبت برضو تاني كده والبقدونس وكزبره على الوش، وهنقفل يا دوبك بس يقلب معانا. وهي دي شوربه الجمبري، شوربه الخضار بالجمبري في منتهى الجمال. وخليكم معايا ثانيه واحده.